جماعة الإخوان بتعيش أسوأ فتراتها. ترامب أعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. قامت قطر اتبرأت من علاقتها بجماعة الإخوان، وقامت تركيا بقفل قنوات عديدة، منها قناة اسمها قناة بلقيس بتاعة الإخوانية توكل كرمان. وتوكل كرمان ديت اللي خدت جائزة نوبل بخيانتها لبلدها، وعلى أساس إن هي ناشطة سياسية. أول ما ترامب صنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وحصل هرج ومرج والكل بدأ ينط من المركب. ودلوقتي آخرهم إن هم يقفوا ورا عيل شاذ اسمه أنس حبيب بيدعو المصريين في الخارج إن هم ما يحولوش الدولار للبنوك المصرية علشان البلد ما يخشلهاش عملة صعبة ويساعد النظام اللي موجود. أنا مش واقف عند اللي هو بيقوله ولا عند الدعوة بتاعته، ده أتفه من إن احنا نتكلم عليه. أنا واقف عند جزئية تانية خالص، وكأن الهاربين الخرفان بيقولوا إن ده آخرنا، هو ده حجمنا كلنا بقنواتنا بتمويلاتنا بكل ده، بنقف ورا عيل شاذ زي ده. خليكوا واقفين ورا النموذج اللي زي ده، علشان ده بيبين حجمكوا الحقيقي.